القرآن، واللي كانوا حريصين كل الحرص على انهم يتميزوا ويحفظوا القرآن، حافظوا على اولادكم، لان هم دول السنة بتاع البلد. خليكم حريصين عليهم، ودايما كده مصر تبقى محروسة ومحفوظة بالقرآن. شكرا جزيلا على الدعوة، وآسف للإطالة، بس الكلام بيخرج غصب عني من المشهد الرائع اللي أنا شايفه. لو أي حد فيكم من الأعزة طلع فوق وشاف المشهد اللي أنا شايفه على يوتيوب وعلى النادي وفي الوش، المنظر جميل، السمك والنهر يعني، والاستاذ سامح وكل النواب المحترمين اللي انا بعتز فعلا، وقبل ما يكونوا نورهم واصدقائي، يعني احنا العلاقه ما هيش علاقه نائب ومحافظ اطلاقا، والله ما هي كده اطلاقا. العلاقه هي علاقه تقدير واحترام كامل بيننا وبين بعض، ومشاركه في حاجه واحده بس، بخدمتكم انتم فقط لا غير. ازاي نتفنن في ان احنا نخدم هذا الشعب الكريم. شكرا جزيلا شكرا جزيلا معالي الوزير المحافظ اللواء طارق مرزوق محافظ البقالية. وفي الحقيقة معالي الوزير نغار من اهل الدهلية ومن محافظة الدهلية، اي حد من بره محافظة الدهلية يغار من هذا المشهد. انا والفنان سامح حسين نغار، يعني هذا المشهد لا يحدث كثيرا، ارتباط كل السادة النواب بمحافظ هذه المحافظة محافظة الدهلية. فكل الشكر والتقدير لمعالي النائب سيد سمير، ولكل السادة النواب اللي مشرفين الاستيج والمنصة، وايضا لمعالي الوزير المحافظ اللواء طارق مرزوق. اما الان فقرة التكريم بعد هذه الصورة مباشرة ان شاء الله. الله اكبر الله اكبر الله